ناس كتير بتسأل الزمالك هيعمل ايه قدام الاهلي؟ ده الاهلي كسب الاسماعيلي 4 وفرم الاسماعيلي خالص. فرم الاسماعيلي خالص يا جماعه، ضيع الاسماعيلي، خلى مبقاش في حاجه اسمها اسماعيلي. النهارده الاهلي بيتفوق على الاسماعيلي 4-0 والزمالك بيتعادل بالعافيه 1-1 مع بتروجيت. النهارده الاهلي في حته ثانيه يا جماعه، مع رجوع اسامه ابو علي، مع تالق امام عاشور، مع تالق محمد عبد الله، مع تالق كريم الدبيس، مع تالق جرادي شار. الاهلي عنده سكواد خلاص دلوقتي، ما فيش اي فرقه في الدوري تقدر على النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى في حته ثانيه. جماهير الزمالك قلقانه، ليها حق تقلق. الزمالك هيسد قدام الاهلي في مباراه القمه يوم السبت الجاي. ناس كتير من جماهير الزمالك قلقانه وليهم حق يقلقوا. فين الصفقات اللي عملها الزمالك؟ فين الصفقات دي؟ صفقات ما جابتش حتى بربع جنيه، صفقات تعتبر فنكوش. النهارده الزمالك بيتعادل مع بتروجيت 1-1. اي نعم بتروجيت فريق جامد وكل حاجه، بس تتعادل معاه. طب ازاي انت كده عملت احباط للعيبه؟ اللعيبه كده تقدر تلعب قدام الاهلي ازاي وهي رايحه للاهلي وهي متعادله اساسا مع بتروجيت؟ امال يعملوا ايه مع النادي الاهلي اللي فرم الاسماعيلي النهارده 4-0 مع الرأفه؟ النهارده الاهلي بيفرم الاسماعيلي 4-0 مع الرأفه. امام عاشور مضيع بتاع جونين، حسين الشحات مضيع ضربه جزاء ومضيع بعدها جونين. النهارده الاهلي بيتألق مع وجود محمد عبد الله، النهارده الاهلي بيتألق مع وجود اسامه ابو علي، جرادي شار، قفشه، لعيبه على اعلى مستوى. لعيبه النهارده بيثبتوا وجودهم وبيقولوا ان القلعه الحمراء لا تهزم ابدا. بيقولوا ان النادي الاهلي اكبر قلعه رياضيه في مصر. بيقولوا ان النادي الاهلي هو بطل الدوري. من دلوقتي بيقولوا مفيش فرقه تقدر تقف قدام النادي الاهلي. جماهير الزمالك قلقانه، ليها حق تبقى قلقانه. الاهلي يا جماعه بقى في حته ثانيه. الاهلي الحمد لله عنده سكواد على اعلى مستوى، مفيش ولا فرقه تعرف تقف قدام النادي الاهلي.